ودي مشكله احنا كلنا بنواجهها في الشركات، فكره الهشاشه النفسيه. في ناس ما بتستحملش الضغط ماديا، الانتقاد، او اللي انت مقصر، او ان انت عندك مشكله، فتلاقي موظف عيط وزعل. ليه؟ هو متعود دايما ان والده ووالدته بيعاملوه دايما باهتمام، بانه احسن واحد، بانه افضل واحد. مره واحده اكتشف لما دخل الجامعه ان هو مش احسن واحد ولا حاجه، وان هو اتخرج ونايم لغايه الساعه 12 دور محدش بيسال عليه عادي يعني، ولما اشتغل بياخد مرتب اقل من مرتبه كتير جدا، وفي الاخر ده مطلوب منه يتعلم حاجات وكورسات. الهشاشه النفسيه في تحمل الصعوبات والضغوطات، ودي انا كنت بقولها دايما يعني من وجهه نظري، اللي بيخلينا معظمنا في الطبقه المتوسطه لما يفتح بيزنس ما بيستحملش، خصوصا لو والده او والدته او حد يعني مش ليه في البيزنس وهو موظف طول عمره، واول مره ينفتح عليه العالم كده، موظفين اول مره يتعامل معاهم، جهات حكوميه اول مره يتعامل معاهم، عجز بضاعه اول مره يتعامل معاها، سرقه اول مره يتعامل معاها، تفاوض على بضاعه. فالمهارات دي كلها دي اللي انا نفسي نطلع زي سيميوليشن، حياه حقيقيه للشاب وهو صغير. عشان كده ممكن تلاقي واحد وقف مع والده في محل، وقف مع والده في شركه وهو صغير، بيسمع بس، بيحتك بالناس، بيشوف الصعوبات وهو مش فاهم هيفيده في ايه. لما بيكبر بيلاقي السب كونشس بتاعه، العقل اللاواعي، كونه تصورات فادته. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس. لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليكم.